آية من كتاب الله وبين أجر من يقرأ حديثا قدسيا عن رسول الله عن رب العزة جل علاه. فالقرآن الكريم متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. أيضا من الفروق الكبيرة أيها الأفاضل بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية أن القرآن الكريم محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف. لم تسقط منه آية ولم تسقط منه كلمة، ولم يتبدل فيه حرف، ولم يتغير فيه حرف، لأن الذي تولى حفظ القرآن هو الله. قال جل علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم فالقرآن الكريم من لحظة نزوله على قلب النبي الأمين إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم تتبدل فيه آية، ولم يتغير منه حرف فضلا عن كلمة أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الحديث القدسي كما ذكرت فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع أي المكذوب، وهذا فارق جوهري كبير بين القرآن الكريم وبين الأحاديث القدسية. أيضا من الفروق الكبيرة أن جاحد القرآن كافر باتفاق، أن جاحد القرآن كافر باتفاق علماء الأمة. من يجحد القرآن الكريم ومن يجحد آية من كتاب رب العالمين يكفر باتفاق علماء الأمة. أما من يجحد حديثا من الأحاديث القدسية لنكارة في متنه أو لاختلاف في راو في سلسلة السند لا يكفر باتفاق. أيضا ربما يرد إنسان حديثا قدسيا. لماذا؟ لأن السند فيه رجل كذاب مثلا أو مبهم أو ضعيف، أو لأن المتن منكر كالحديث الذي ذكرته آنفا. فلو أن إنسانا رد حديثا قدسيا لأن الحديث لا يصح عنده ولا يثبت عنده والسند عنده ضعيف والمتن عنده فيه نكارة، المتن يخالف صريح القرآن أو يخالف صحيح السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يرد هذا الحديث وينكر الحديث، هذا لا يكفر باتفاق، هذا لا يكفر باتفاق. إذن جاحد القرآن الكريم كافر باتفاق، ومن يجحد حديثا قدسيا لجهالة في سنده أو لنكارة في متنه فهذا لا يكفر باتفاق. أيضا من الفروق الكبيرة أن القرآن الكريم لا يمسه جنب. أما الحديث القدسي فلا حرج لمن كان جنبا أن يقرأ في كتاب من كتب الأحاديث القدسية وأن يمسه، فالقرآن الكريم لا يمسه محدث. أما الحديث القدسي في صحيفة أو ورقة أو كتاب لا حرج أن يقرأه الجنب وغير الجنب. كذلك القرآن الكريم أيها الأفاضل كتاب عقيدة وعبادة وتشريع وأخلاق، بل هو كتاب كامل ومنهج متكامل للحياة. قال جل علاه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن الكريم كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب تشريع وكتاب أخلاق، هو منهج متكامل للحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أما الحديث القدسي لا يتعرض في الغالب للأحكام الفقهية، وإنما يركز على بناء النفس الإنسانية وتزكيتها وتهذيبها وتصحيح ما فسد واعوج فيها من أخلاق وقيم، ويفتح باب الرجاء واسعا للمذنبين والمقصرين والعصاة من أمثال للعودة إلى الله جل علاه، ويفتح باب الرجاء ويذكر الناس بالإقبال على الله تبارك وتعالى، بل ويحفز الهمم ويحرك الدوافع للتوبة والأوبة وحب الجنة والعمل من أجلها والهرب من النار والخوف منها. أما القرآن الكريم فهو منهج كامل للحياة يسعد به الخلق، كل الخلق إن نفذوا أوامره واجتنبوا مناهيه ووقفوا عند حدوده
يسعد به الخلق في الدنيا والآخرة. هذه أيها الأفاضل أهم الفروق تقريبا بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. كان لزاما علي أن أبينها لأحبابي وآبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي قبل أن نشرع بإذن الله جل وعلا في الولوج إلى هذه الأنوار والدخول في هذه المشكاة، لنستخرج كل ليلة ولنقبس كل ليلة منها قبسا، لنزكي به نفوسنا ولنهذب به أخلاقنا ولنضيء به أرواحنا ولننير به نفوسنا، عسى أن نتذوق من جديد طعم الأنس بالله ولذة العيش مع الله في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. أما الحديث النبوي باختصار شديد، لا سيما أنني قد تحدثت بالتفصيل في معنى الحديث النبوي. الحديث لغة ضد القديم، الحديث في اللغة ضد القديم. أما الحديث النبوي اصطلاحا عند المحدثين هو ما أثر أو نقل أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. لا تاني، عشان تعرف حضرتك معنى الحديث النبوي، تعرفت على معنى القرآن وتعرفت على معنى الحديث القدسي، تعرف أيضا على معنى الحديث النبوي وعلى تعريفه. الحديث النبوي هو ما نقل أو أثر أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. من قول، والقول كثير وهو السنة القولية، وهي كثيرة بفضل الله جل وعلا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهكذا. أما الفعل وهو السنة العملية والسنة الفعلية فهي كثيرة. فعله صلى الله عليه وسلم، تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يعتمرون، كيف يزكون، كيف ينفقون، كيف يقومون، كيف يجلسون، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يتحدثون، كيف يتأدبون، كيف يدخلون إلى دورة المياه أو إلى المرحاض، وكيف يجلسون، وماذا يقولون إن دخلوا إلى غير ذلك. فعله صلى الله عليه وسلم